السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. مستر مصطفى سمير Teacher of English in a Language School، ودي قناتكم قناة تعليمولوجي في تعليم اللغة الإنجليزية. إن شاء الله احنا هنبدأ في سلسلة جديدة، هي سلسلة إزاي أقرأ إنجليزي بسرعة. How to read fast. طبعا ناس كتيرة بتقعد تسأل كده، هو أنا ممكن أقرأ بسرعة وأقرأ كده كأني مثلا نيتيف، مثلا يعني شخص أجنبي أو صاحب لغة، أو إن أنا اتولدت مثلا في مكان بيتكلم اللغة دي من أهل اللغة؟ ممكن طبعا. في السلسله ان شاء الله، في السلسله ان انا ان شاء الله هنبتدي بيها وهنشتغل عليها، هي خلينا ان شاء الله في المرحله المتقدمه في اخر الكورس ان شاء الله، في اخر السلسله، ان انا هقرا بسرعه بشكل سريع والشكل مظبوط ان شاء الله، وهنعرف ازاي نعمل الكلام ده كله ان شاء الله. ولكن ما تنساش حضرتك اللايك والكومنت والشير والسبسكرايب لو في اي حاجه، علشان خاطر نقدر نظبط اللغه بالنسبه لنا ان شاء الله، عشان ان شاء الله في نهايه السلسله ان شاء الله هنقدر ان احنا نقرا بالشكل ده. Ahmed's bedroom is untidy, his toys are on the floor, his bed is very messy. Ahmed's blue blanket is on the floor, his train is under the tree, and his teddy bear is on the blanket. He is a careless boy. وعلشان ما اطولش على حضراتكم، يلا بينا على درس النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثامن في سلسلة ازاي اقرأ بسرعة، How to read fast. طبعا زي احنا متعودين في الفيديوهات بتاعتنا ان احنا مقسمين الفيديو على 3 اجزاء. الجزء الاول ان انا بقرأ القطعة وبترجمها، وبالنسبة لي الجزء الثاني ان احنا بنحل الاسئلة على القطعة، والجزء الاخير وهو الجزء المهم اللي هو خاص بالسلسلة، ان احنا ازاي بناخد التكنيكس او الطرق ازاي ان انا اقرأ بسرعة. نشوف عندنا read the passage and answer the questions. نشوف القطعة عندنا أحمد's bedroom، احنا قلنا الدبل او بنقول عليها او، room is untidy. قسم دايما الكلمة الكبيرة نقسمها على مقاطع أو أجزاء. un اليو بنطقها untidy. الواي في الآخر لما تكون الكلمة كبيرة الواي في الآخر بننطقها اي، untidy. his toys are on the floor. his bed is very messy. قلنا دبل اس او اي دبل يعني حرفين ورا بعض كانهم حرف واحد، messy. احمد's blue blanket. خلي بالك مفيش هنا حرف فاول، عشان كده لازم ان احنا دول كونسونانت مع بعض. انك blanket is on the floor. his train الاي والاي بقول عليها a، train is under the blanket and his teddy bear is on the blanket. he is a careless. هي اصلا الكلمة نفسها روت الكلمة او جذر الكلمة اللي هو care، care. فبنطق الكلمة دي ازاي؟ care الاي بقول عليها a، care. نرجع للدروس القراءة. care less ده بنسميها suffix، يعني نهاية بحطها في كلمات معينة بيغير لي المعنى. careless boy. شوف الترجمة. أحمد's bedroom is untidy، يعني أوضة نوم أحمد بتبقى مش مرتبة، بتكون غير مرتبة. untidy يعني غير مرتب. his toys are on the floor، يعني ألعابه. his toys toy يعني لعبة، طبعا toys يعني ألعاب، his toys يعني ألعابه بتكون على الأرض. his bed is very messy،
يعني السرير بتاعه بيكون يعني فوضوي شوية جدا، فوضى، مس يعني فوضى، مكركب. أحمد's blue blanket يعني بطانية أحمد الزرقاء is on the floor بتكون على الأرض، floor يعني أرضية. his train is under the blanket يعني القطر بتاعه، القطر اللعبة طبعا، is under the blanket بيكون تحت البطانية. and his teddy bear والدب اللعبة، teddy bear ده اللي هو الدب اللعبة، is on the blanket بيكون على البطانية. he is a careless boy هو بيكون ولد مهمل، careless يعني مهمل. ونشوف الأسئلة. جينا للجزء الثاني وهو جزء الأسئلة. السؤال الأول answer the following questions أجب على الأسئلة التالية. following يعني التالي. نشوف عندنا السؤال الأول is أحمد's room tidy. is لو جت في الأول أو are معناها هل أوضة أحمد مرتبة؟ tidy مرتبة. خلي بالنا هنا جايب لي untidy يعني غير مرتب. un دي بنسميها prefix، ده مقطع بحطه قبل بعض الكلمات بيديني العكس. يبقى هنا tidy يعني مرتب، untidy غير مرتب. فهنا بيسأل هل أوضة أحمد مرتبة؟ طبعا الإجابة no it isn't. it عايدة على أوضة أحمد، أحمد's bedroom. السؤال الثاني where are Ahmed's toys؟ أين يكون ألعاب أحمد؟ هنا are، حطينا are عشان خاطر أحمد's toys، ألعاب أحمد دي plural، plural يعني جمع. عرفنا منين إن هنا toys فيها اس. فطبعا هم كانوا فين؟ they are on the floor، they are on the floor أهي من الجملة اهي. his toys are on the floor. حطينا بقى ايه بدل ما اقول his toys قلت they لأن they للجمع. شوف السؤال الثاني الثالث is he a careless boy؟ هل احنا قلنا is أو are معناها هل. is he هل هو a careless boy ولد مهمل؟ طبعا الإجابة yes he is. السؤال الرابع what color is Ahmed's blanket؟ what color is Ahmed's blanket؟ يعني ما لون بطانية أحمد؟ طبعا احنا عارفين ان هي it is blue. شوف السؤال اللي بعده where is teddy bear؟ أين يكون teddy bear اللي هي الدب اللعبة؟ طبعا it is on the blanket. شوف السؤال اللي بعده fill in the gap in the spaces أو in the gaps يعني املأ الفراغات. في كلمات بيديها لنا زي أول كلمة messy، تاني كلمة floor، تالت كلمة أحمد's، رابع كلمة blanket، خامس كلمة untidy. شوف الجمل اللي عندنا the train is under the القطر بيكون تحت الايه؟ هنشوف أحمد's bed is very. نشوف الجملة الثالثة أحمد's blue blanket is on the. الجملة الرابعة أحمد's bedroom is. الجملة الأخيرة أحمد is not bedroom أو this is عفوا this is bedroom. طبعا الجملة الأولى أنا سرعت فيها شوية، المفترض نستنى كده نشوف الأول the train is under the القطر بيكون تحت الإيه؟ طبعا blanket. الجملة الثانية أحمد's bedroom is very. أوضة أو سرير أحمد بيكون بيكون إيه بقى؟ طبعا messy. الجملة الثالثة أحمد's blue blanket is on the. طبعا بيكون على الفلور على الأرضية. أحمد's blue blanket اللي هي بطانية أحمد الزرقاء بتكون على الفلور. اللي بعده أحمد's bedroom is. أوضة نوم أحمد بتكون مالها؟ untidy. دي كانت أول جملة. اللي بعده الجملة الأخيرة this is not bedroom. دي بتكون إيه bedroom؟ بتاعت مين؟ بتاعت أحمد. دي كانت الأسئلة الجزء الثاني من الفيديو بتاعنا. وجينا للجزء الأخير من الفيديو وهو إزاي إن احنا نقرأ بسرعة how to read fast. أول حاجة أحمد's bedroom. ما ينفعش هنا أقول أحمد is bedroom لأن هنا الأبوستروفي اس دي معناها الملكية، يعني أوضة نوم بتاعت أحمد.
الابوستروفي اس دي بترجمها بتاعة او بتاع احمد. bedroom يعني اوضة نوم بتاع احمد. احمد's bedroom is untidy. يبقى احنا نحاول ان احنا نقرأ الكلمات الاول بعينينا زي ما اتفقنا في الفيديوهات السابقة. ان انا اقرأ، عشان اقرأ بسرعة لازم اقرأ بعينيا الاول ويكون عينيا سابقة لساني علشان اقرأ الكلمة اللي جاية قبل ما اقرأها بلساني. احمد's bedroom is untidy. نقراها ازاي؟ احمد's bedroom is untidy. is untidy. ما افضلش اقول is واقول untidy، لا، احمد's bedroom is untidy. طبعا وفي بعض الاحيان احنا لما نيجي نقرا بسرعه بتبقى is دي مضغومه او مع يعني ملحومه فين؟ في كلمه bedroom. فبقول احمد's bedroom is untidy. احمد's bedroom is untidy. احمد's bedroom is untidy. ايه اللي حصل هنا؟ ان is دي خليتها apostrophe s يعني معناها is. تمام؟ يبقى احمد's bedroom is untidy. his toys are on the floor. his toys are on the floor. كرر جملة كتير عشان خاطر لسانك يتعود ان انت تقرأ بسرعة. his bed is very messy. his bed's very messy. برضو نفس نظام is دي ممكن ان انا اعملها apostrophe s. his bed's very messy. اما اقول his bed is very messy او ان انا اقول his bed's very messy. طبعا احنا زي ما اتفقنا ان is ممكن اخليها apostrophe s. apostrophe s. apostrophe اللي هي الضمة دي. تمام؟ Ahmed's blue blanket is on the floor. Ahmed's blue blanket is on the floor. تمام؟ برضه اكرر الجملة اكتر من مرة. his train is under the blanket. his train is under the blanket. his train is under the blanket. اللي حصل هنا برضه نفس النظام ان is خليتها apostrophe s. his train is under the blanket. his train is under the blanket. اما اقول his train is under the blanket، مفيش مشكلة ان انا بقرأ بسرعة. his train is under the blanket and his teddy bear is on the blanket. and his teddy bear is on the blanket. نفس النظام. he is a careless boy. he is a careless boy او he's a careless boy. نفس النظام. ان is هنا عملتها apostrophe s علشان خاطر اقرأ بسرعة. يعني is بالنسبة لنا ان انا ممكن اخليها apostrophe s apostrophe s، فدي معناها يكون برضو نفس النظام، او ان انا اقرأها is عادي. هي علشان احيانا كتير ان هم بيقراهم ان he is ما اقولش he is على طول، ممكن اقول his a careless boy. طب فين is؟ احنا زي ما اتفقنا لازم يكون في الجملة فيها فعل، ان هو بيخلي is apostrophe s. ده كان الفيديو الثامن في السلسلة بتاعتنا. نشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية.